ساعات الواحد بيفكر يتعلم حاجة جديدة في حياته، وساعات بيبقى واخد القرار انه هيتعلم بس مش عارف فين ومين هيعلمه. بس كل الساعات دي مش محتاجة غير ساعة واحدة بس، هتكون ساعة على الرصيف. على الرصيف مع خليل جمال كل يوم اثنين الساعة 5 على أقوى راديو انترنت، راديو بص وطل. البرنامج برعاية مجلة الرصيف. مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من حلقات ساعة على الرصيف. معكم خليل جمال، ومن على المكسر عمر الخولي. النهاردة ونظرا ان احنا في سيفيهات جات لنا تقريبا الناس كلها في شوية لخبطة في كتابة السيفيهات، وفي ناس كتير سألتنا السي في بيتكتب ازاي، وفي بعض اللي لسه متخرجين من الجامعات مش عارفين يكتبوا سي في. يعني كده عايزين نعمل ابديت بس لدماغ كل واحد فينا ازاي يكتب سي في بشكل كويس، ازاي يعمل حاجة كويسة يقدم بيها مهارته عن طريق فايل وورد بيبعتوا عن طريق الميل لشركة معينة. ده كله بيبقى او بيبين شكلنا قصاد مدير الشركة او الجهة اللي احنا هنقدم فيها السي في بتاعنا. عشان كده النهاردة معانا أستاذة ليلى سيد من مؤسسة معا، هتعلمنا يعني ايه نكتب سي في او ازاي نكتب سي في، ويعني ايه سي في اساسا في مراحل حياتنا. خليكم معانا، هنرجع لكم بعد الفاصل مع أستاذة ليلى سيد، وانتوا بتسمعوا ساعة على الرصيف مع خليل جمال. خليكم معانا. أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جنان. أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جنان. نص بيضحك والتاني زعلان، أنا شيخ فلتان طيب شرير وجريء وجبان. أوقات مشرق وأوقات بهتان، وساعات سلم وساعات تعبان، مفتري جدا وكمان غلبان. شبابيك وبيبان توهت عنوان، أنا من الآخر عفريت لابس بدلة إنسان. أنا من الآخر عفريت لابس بدلة إنسان. أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جنان. أنا مش فارس ولا فتى أحلام، أنا زحمة وربكة وشغل جنان. نص بيضحك والتاني زعلان، أنا شيخ فلتان طيب شرير وجريء وجبان. أوقات مشرق وأوقات بهتان، وساعات سلم وساعات تعبان، مفتري جدا وكمان غلبان. شبابيك وبيبان
ساعات الواحد بيفكر يتعلم حاجة جديدة في حياته، وساعات بيبقى واخد القرار انه هيتعلم بس مش عارف فين ومين هيعلمه. بس كل الساعات دي مش محتاجة غير ساعة واحدة بس، هتكون ساعة على الرصيف. على الرصيف مع خليل جمال كل يوم اثنين الساعة 5 على أقوى راديو إنترنت، راديو بص وطل. البرنامج برعاية مجلة الرصيف. ولسه مكملين معاكم ساعة على رصيف، ومعانا أستاذة ليلى سيد. أستاذة ليلى أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منورة، عاملة إيه؟ ميرسي الحمد لله. عايزين بقى نخش كده في السريع كده على طول، نقول للناس نبذة بسرعة عن معن. معن هي مؤسسة لتأهيل الشباب لسوق العمل. تمام. بتأهل الشباب بأكتر من خدمة أو بأكتر من وسيلة. أول خدمة إنها بتدي محاضرات كل يوم جمعة من الساعة 1 للساعة 7 في المانيال. تمام. بتبقى كل محاضرة بيبقى ليها موضوع مختلف. دي خدمة. لينا خدمات تانية، الأونلاين سيرفيس كله مجانا طبعا. كله فور فري. لينا خدمة كمان اللي هي الأونلاين سيرفيس، بتبقى متقسمة لأكتر حاجة. الخدمات الأونلاين بتاعتنا بتبقى زي الويب سايت بتاعنا اللي هو www.maam3AAN.net. اوكي، يبقى نكتب الموضوع اوكي. ممكن نحط الويب سايت على الفان بيج. وعندنا كمان الجروب، الياهو جروب بتاعنا اللي هو معن 2007@yahoo.com. الياهو جروب بيبعت عليه اكتر من حاجه، بيقدم اكتر من خدمه، اللي هو بيبعت عليه كورسز، بيبعت عليه سمر تريننج، التدريب الصيفي، او بيبعت عليه وظايف. في بيج على الفيسبوك اكيد؟ لا، مفيش بيج على الفيسبوك. احنا الكونتاكت معانا او طريقه التواصل معانا على الويب سايت او الياهو جروب بتاعنا او التشانل بتاعتنا على اليوتيوب. تمام قوي. طيب من هنا هناخد خدمه من الخدمات اللي بيقدمها المؤسسه، وهي كتابه السي في. ناس كتير قوي بتكتب السي في بتاعهم بيبقى شويه ملخبط، شويه مش مفيش تنسيق، بيبعت حاجات، يعني ممكن يكون بينقل سي في من واحد تاني، بينقل جمل بعينها، بيكتب في السي في حاجات مش موجوده او ما عملهاش اساسا، زي كورسات او ورش او حاجات من دي. قولي لي بس في الاول كده يعمل ايه في السي في؟ هو يعني مقدمه للسي في عامه، ان السي في بتاعنا زي الباسبورت بتاعنا. يعني لو انت معاك باسبورت، اداه تعريف، اداه تعريف ليك، او اداه تنقل ليك بتوصلك لمكان معين، اللي بتكتبه فيها هو اللي بيوصلك للمكان اللي انت عايزه. تمام. ازاي تكتبه، ازاي تعمله، احنا بنعمله ليه وازاي، والحاجات اللي ينفع نركز عليها في السي في والحاجات اللي ما ينفعش نركز عليها. كمان في حاجه بلس ده اسمها الكفر ليتر، او الخطاب اللي بيبقى في الاول. ده برضو ايه اهميته وبنكتب فيه ايه. كل ده بيتقال معانا في محاضرات معا، اللي هي دي خدمه برضو من خدمات معا. تمام. اللي هي المحاضرات. طب ناخد في الاول كده ازاي اكتب سي في واكتب فيه ايه. هو ازاي اكتب سي في بترجع على انا ليه بكتب سي في. انا بكتب سي في عشان انا السي في ده هو اللي بيوصلني للوظيفه، هو مش هو اللي هيدخلني الوظيفه على طول، بس اللي بيخليني احدد مقابله. بالظبط كده، بيخليني احدد مقابله عشان اعرف ادخل وظيفه بعد المقابله. فانا لو ما كتبتش السي في بتاعي صح، انا من بره كده خلاص، مع السلامه. يعني مش هقدر ان انا ادخل حتى للمقابله الشخصيه عشان اعرض نفسي صح. تمام. فالسي في زي مثلا لو شركه بتعمل اعلان عن منتج عندها، لو الاعلان ما عجبنيش انا مش هفكر ان انا اشتري المنتج. اكيد. فكل واحد فينا عباره عن منتج، هو بيسوق نفسه قدام الشركه او قدام الحد اللي هو رايح له، الشركه اللي بيقدم فيها، سواء بيقدم على وظيفه او تدريب صيفي او الى اخره. يعني كل حاجه دلوقتي متطلبه السي في جدا. فعلى حسب الحاجه اللي هو مقدم لها هو هيسوق نفسه ازاي. طيب احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني، بس اهم حاجه السؤال اللي هيكون معانا بعد الفاصل، ايه اهم خطوات نكتبها في السي في؟ اوكي، خليكم معانا في ساعه رصيف، وكلمونا على 26 90 66 81.
ويا ريته معاش حلمه الأخضر لسه ما جاش، قال هيعيش ويا ريته معاش، عنده حياته ولا تسواش، طفولة بريئة معرفهاش، لف شوارع ولا عداش، شاف سلالمها مطلعهاش، حلمه الأخضر لسه ما جاش، قال هيعيش ويا ريته معاش. الليل يا ليل. ولسه مكملين معاكم ساعة على رصيف، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن أهم النقاط اللي هتبقى موجودة في السي في وهنكتبه عشان نقدر إن احنا نتأهل بعد كده للمقابلة اللي هتبقى موجودة مع صاحب الشركة أو المدير أو الاتش ار أو فقول لنا أنت بقى ليلى إيه أكتر النقاط اللي موجودة؟ هو دلوقتي احنا هنجاوب على سؤال ازاي يعمل سي في. تمام. هنبدا ان احنا كل واحد فينا هيمسك كده ملف وورد مثلا او ورقه وقلم، احنا بنعملها في ورقه وقلم الاول وبعد كده بينقل. ولا ورقه وقلم بنبدا بقى نكتبها كده عملي. بنبدا في الاول بالمعلومات الشخصيه اللي هي معلوماتي انا، منها اللي هو اولها اسمي طبعا. بعدين اكتب رقم التليفون، يفضل ان انا اكتب رقمين تليفون. اللي هو الموبايل ورقم البيت، يعني مش هينفع بقى اكتب رقم عم عبده البقال وخالتي لو انا ما كنتش موجود، لو ما فيش بيت ما اكتبوش. بالظبط كده. ومش هينفع اكتر من موبايل يكون الموبايل مثلا انا اكتب اكتر من رقم واكون ما بردش عليهم. مش هينفع عشان هو بيتصلوا مثلا في الشركه، ممكن يتصل برقم وفي الاول والاخر انا اللي محتاجه يعني. بالظبط. طبعا الميل بتاعي لو انا عندي ميل متوفر، ويفضل برضو ميل يكون فورمال باسمي. بعد كده هنيجي برضو لجزئيه انا ايه الحاجات اللي ما ينفعش اعملها في السي في. دلوقتي في بعد المعلومات الشخصيه الكارير اوبجكتيف او التعريف الوظيفي. التعريف الوظيفي. انا بقدم للشركه دي ليه وايه اللي يؤهلني للحاجه دي. يعني ببدا ان انا اقول له ان انا بقدم للشركه علشان انا شايف الوظيفه كذا باسمها، واحدد اسم الوظيفه اللي انا بداخل لها عشان يحس الاتش ار او السكرتاريه اللي بتقرا السي في بتاعي تحس ان انا فعلا جد وعايزه اتقدم للوظيفه دي. داخل انا متارجت حاجه معينه وانا فاهم ان انا بقدم في حاجه دي عشان انا كواليفايد او انا مؤهل للحاجه دي. حلو قوي. فابدا ان انا اكتبه ويا ريت يكون يعني حاجه محدده قوي على اللي انا بقوله او مرسوم. طب ادينا كده مثل صغير. هبدا ان انا اقول له ان انا ابدا يعني مثلا انا متقدم لبص وطل وبكتب السي في بتاعي. هقول عندي مذيع وعندي مهندس صوت وعندي معد وعندي مخرج. اوكي. هقول له ان انا بقى عايز اقدم لوظيفه مثلا مذيع ولنقل، علشان انا عندي كذا وكذا وكذا وانا هستفيد منها في كذا وكذا وما الى اخره. ده كله في السي في. ده كله في السي في ويكون مختصر. يعني انا مش هقعد اكتب له مثلا باراجراف او موضوع تعبير في الاول، لا يكون مثلا رينج 3 سطور ونص مثلا. يعني انا بغير السي في بتاعي على حسب كل وظيفه اكيد. اما مش هينفع ان انا اقدم فيه في كل الوظائف. اول مره اعرف الحوار يعني ده. انا عندي سي في اسطمبه واحده وببعت الكل. لا ده ممكن يكون سبب في الرفض، لان انت لما بتبعته لاي حد يعني اسطمبه واحده بتبعتها لاي حد ممكن يكون يعني مش ملوش علاقه بالحاجه اللي انت مقدم فيها، فانت جاي لمين؟ انت كده جاي غلط. انا بتكلم ان اصحاب المجال الواحد، يعني انا مثلا مجالي اذاعه فانا بقدم له السي في الاماكن اللي انا اشتغلت فيها وسامبل شغلي. تمام. بس هتلاقي ان كل شركه ليها اتش ار مختلف، انترستد لحاجه مختلفه. كل شركه بتدعم جزئيه مختلفه في الموظفين بتوعها او عايزه الموظفين بشكل معين. فانت تحاول ان انت تبقى يعني طبعا في معن بنعمل محاضرات اللي هي اقتناص وظيفه. الاقتناص وظيفه المحاضرات دي بتبقى بتقول لك بقى الشركه تقدر ان انت تعرف الاتش ار اللي هيعمل لك الانترفيو ازاي، تقدر ان انت تعرف هو انترستد لايه ومش انترستد لايه من خلال
اكتر من طريقه او اكتر من وسيله، تمام. وهكذا. تمام. طيب احنا قلنا دي الاسم، رقم التليفون، المعلومات الشخصيه، الميل، تمام. العنوان طبعا. في بعد كده بقى بيبقى في اللي هي مرحله الدراسه، او اللي هو التعليم عامه. ببدا ان انا اكتب له انا درست في المكان الفلاني، وابدا ابداها من تحت لفوق. يعني انا كنت ثانويه مثلا عامه في كذا، وبعدين بدات ان انا دخلت كليه كذا واخدت PhD في كذا او ماستر في كذا وما الى اخره. يعني وابدا يعني اي دراسات عليا عملتها اكتبها اخر حاجه. يعني يبدا الاول بالثانويه العامه، بعد كده الجامعه، بعد كده دبلومه، ماجستير، دكتوراه، الكلام ده كله. نيجي بقى للمرحله بالظبط. اللي بعد واكتب كمان معاهم برضو في المعلومات التعليميه بتاعتي لو انا اخدت تدريب صيفي في مكان معين. اخدت يعني مش هعمل التريننج يعني قسم لوحده ولا ممكن مع اعملها قسم لوحده، ممكن اعملها الCV مش قرآن او مش حاجه اللي هي ما ينفعش يتعدل عليها. بس بيبقى فيها اساسيات. يعني الاساسيات اقدر ان انا العب فيها براحتي، بس المهم اثبت بيزكس معينه او اساسيات معينه اللي هي المتعارف عليها اللي احنا قلناها في الاول. بالظبط. بعد التريننج يعني خلاص هنحط تريننج يا اما لوحده يا اما مع التعليم. والكورسز برضو والانترنشيب عامه. يعني لو انا مثلا فاتح شركه او انا دخلت في المجالات معينه ببدا ان انا اكتبها. في الورك اكسبيرينس او الخبرات العمل برضو لو انا ممكن دي بقى افصلها. يعني زي ما قلنا تريننج لوحده، ممكن احط اخلي بقى الورك اكسبيرينس او الخبرات التعليميه، الخبرات الوظيفيه، خبرات الشغل. احط معاها اللي هو التدريب الصيفي. لو انا مثلا عملت شغل معين، اشتغلت في مكان معين في حتى لو فتره صغيره، حتى لو فتره صغيره بس طيب. مش صغيره قوي. يعني مثلا اقل حاجه 3 شهور مثلا. ده لو ده تدريب صيفي لا 3 طيب. شهور كويس جدا. خلينا نتكلم في دي بس شويه عشان لو كان في سؤال انا قلت لك في الاول ان انا ممكن ان انا احط حاجات انا ما عملتهاش، ما حدش هيدور ورايا. يعني في ناس بتقول كده، احط ان انا اشتغلت في المكان ده والمكان ده والمكان ده، وانا كده ما حدش هيسال. هو لما بيدخل قصدي الانترفيو بيبدا ان هو بيتسال اسئله، ممكن يتسال اسئله تكنيكال في النص، فدي هتكشفه، فهيتكشف. لا ما هقول لك تاني يعني انا كده مثلا انا بشتغل مذيع. تمام. حلو. كتبت ان انا مثلا اشتغلت في راديو كذا كذا كذا، هو راديو مجهول بالنسبه له. تمام. يعني راديو هو ما سمعش عنه قبل كده، بس انا كده عارف ان انا شغلي كله هعرف اجاوب على الاسئله اللي فيه. اوكي. بس خلال تعاونك مع الشغل ده، لو انت مثلا اتقبلت في الوظيفه هتبدا تتعرف ان انت ما عملتش كذا وكذا وكذا، والكلام ده كان كله هي تبقى المصيبه لو هو قريب الراجل اللي انا بقول له عليه. دي كارثه. لا وكمان مش حته قريبه. سوق العمل مش كبير، مش حاجه العملاقه، كلها دايره واحده. بالظبط. دايره واحده كله. وكمان لو انت مثلا بتقدم اذاعه هنا وكنت هناك اذاعه، فدول منافسين لبعض. بالزبط. فهتلاقي ان هم اصلا عارفين بعض وعارفين بالظبط. فدي هتبقى عايده عليك انت بسوء، مصداقيتك ضاعت، وممكن تفقد الوظيفه بسبب حاجه زي كده. ودي هتبقى نقطه سوداء مثلا في السجل بتاعك. لو قدمت المكان تاني هتبدا ان انت معروف ان الحد ده مش صادق معانا. تمام. المرحله اللي بعد كده احنا يعني قلنا اخر حاجه اللي هي بتاعه الشغل اللي احنا نحط كل اشغالنا ومن وقت لوقت. يعني انا بدات فيها امتى وانتهيت فيها امتى. بالظبط. في حاجه اسمها اكسترا كاريكولر اكتيفيتيز، او الحاجات اللي احنا بنعملها اضافه على الدراسه بتاعتنا والتعليم بتاعنا عامه. اللي هي مثلا انا دلوقتي متطوعه في معن. تمام. انا متطوعه في مؤسسه معن في كوميتي الBR او لجنه الBR علاقات عامه. قعدت مثلا حوالي 6 شهور في المكان ده. انا اخدت خبره فعليه من سوق العمل باحتكاك فعلي. يعني نزلت جوب فيرز، نزلت ميديا زي النهارده في راديو، او نزلت على TV او الكلام ده كله. فده بيبقى بيتحسب لي انا خبره. يعني انا طالبه، فمش هستنى لحد ما اخلص وابدا اخد خبره كامله. ممكن اخد الخبره في بعض المجالات اللي مفتوحه قصادي وانا طالب بالزبط. لحد ما ابدا اخلص. بالتطوع ان انا اتطوع في اكتر من مؤسسه او اكتر من موديل في الجامعات. دلوقتي كل الجامعات متاح قدامها ان يبقى قدامك موديل، وتختار كمان الكوميتي او اللجنه اللي انت حاببها او اللي انت شايف نفسك فيها. تمام. هنكمل بعد كده الCV، بس خليكم معانا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول. انتوا لسه في ساعه رصيف. كنت دارس، وفي الشوارع في ناس تعاكس.
الحكاية حكاية أمة ما بتفوقش غير في الكوارث، وأنا مش بمارس زي تخابس أو طفل عابس، أنا بس بنطق ومش جوايا حابس. دي بلد شهادات، دي بلد مدارس، دي بلد شهادات، دي بلد مدارس. كنت حاسس أو كنت دارس، وفي الشوارع في ناس تعاكس، جيبت مصيبة والشعب جاهز. بعد 12 سنة مدرسة ومذاكرة، مخي مقفول مش قادر أفكر لبكرة، زي ما تكون اتشالت منه الأكرة. وعلى فكرة أنا مش قصدي هاجم التعليم، أنا قصدي أرجع مخي سليم مليان طلاسم ومفاهيم، محتاج كلام، محتاج تقوية. اللي جاي واللي رايحة واللي شايف الصورة واضحة، أنا حصل لي في مخي فتحة، يظهر إني أخدت بطحة. نرجع لحوارنا الأساسي، شيء بيوجعني في راسي، زي خناقة بالكراسي أو على البحر بالشماسي. لسه مكملين معاكم ساعة على رصيف، وبسرعة كده في 3 نقاط لسه باقيين في كتابة السي في. ليلى هتقولهم لنا. يلا يا ليلى. تمام. بسرعه السكيلز بتاعتي، انا عندي ايه السكيلز بتاعتي؟ ما اقولش بقى انا حد بشتغل تحت ضغط جامد جدا وانا فظيع واللي ما فيش زيي الكلام ده كله، لا طبعا. الكلام اللي موجود في كل السيفيات بالظبط. هو مش هيقتنع بحاجه زي كده لما يجي يقرا السي في بتاعك. هو هيقتنع بانت تقول له انا اشتغلت في المكان كذا وكذا وكذا، واشتغلت هنا علاقات عامه، هيعرف ان انت حد متحدث جيد. اشتغلت هنا مثلا هيد في حاجه او ليدر مع تيم معين، هيبدا يعرف ان انت عندك روح القياده او روح ان انت تليد الناس معاك. حلو جدا. اشتغلت في فريق، ده هيعرف ان انت عندك حته تيم ورك عاليه. تبدا ان انت تدعمها له او توري له انا عندي مميزات كتيره جدا. المميزات دي بتاهلني ان انا ادخل الشغل ده، او ان انا امسك الوظيفه دي عن غيري. حلو. حاجه كمان بقى اللي هو المعلومات شخصيه، بس جزء تاني منها اللي هي الجنسيه بتاعتي ايه. ده لو انا بقدم دي ممكن تتحط في لو انا بقدم في حاجه انترناشونال. ده لو الاسم ممكن يتحط، ممكن تحت الاسم والكلام ده كله. لا هي دي بتبقى يستحسن ان هي يفضل يعني تبقى في يعني في ايكون في مكان لوحدها. تمام. كمان الديت اوف بيرث او المكان اللي انا اتولدت فيه والتاريخ اللي انا اتولدت فيه، حاله الجيش بتاعتي ايه، الحاله الاجتماعيه، الكلام ده كله. بس يعني مش هينفع مثلا اقول له حاله اجتماعيه يكتب لي في السي في اتس كومبليكيتد يعني. تبقى اوفر. لا مش على الفيسبوك. طيب ينفع نقول بعض الشائعات كده بسرعه يعني، بعض الاخطاء مثلا؟ الاخطاء الشائعه. شائعات تمام. انا ممكن الاقي حد مثلا في السي في بتاعه حاطط لي صوره، او يعني بتتقال في المحاضرات بتاعت معهد، حاطط صوره اللي هي راكن على جنب، البرنس بقى اللي هو مفيش بقى كده، والصوره بقى عامل سبايكي وحاجات كده. او ممكن الاقي بنوته لازم الولد صوره بدله. هو يستحسن ان هم يحطوا صوره اصلا، على حسب لو هم طالبين في الشركه بتاعته صوره بيبدا ان هو يحط والله صوره. والله قلت الكلام ده ماشي. لو هم مش طالبين صوره خلاص يستحسن ان هو ما يحطهاش. غلطه كمان بتبقى ساعات عند بعض البنات ان هم ممكن تعمل اطار وتعمل بقى قلوب بطبيط، حاجات كده كيوتي يعني، ده كده مقدمه في حضانه. بالظبط. طب هي الصح بتاع الغلط ده؟ الصح ان انا ممكن يفضل اعمل اطار اسود، يا اما ما اعملش اطار على حسب انا منظمه السي في بتاعي ازاي. الصوره طبعا على الطلب. الالوان انا مش هينفع ان انا احط له بينك بقى كده كله بيتهيألي لون واحد احسن. كله اسود، بس كل الموضوع ان انا ممكن اعمل الخط بولد لو حاجه عايز ان انا افوكس عليها، زي الميل. ممكن او الاسم. طيب اوكي. زي الاسم لا، وكمان لو انا متطوعه في شركه انترناشونال او شركه جامده، او انا كنت في مكان كويس، ابدا ان انا اعمل له زوم عليها، اخلي النظر يتلفت عليها على طول، بان انا اعمله الخط بولد او ان انا اكبره سنه يعني. طب معلش سؤال بسرعه، لو انا بقدم لشركه زي مثلا زي ديزني، بقدم شركه زي شركات جرافيك ديزاين، لازم ابقى باين لهم المهارات بتاعتي في السي في؟ ده بقى بيبقى من خلال المحاضره، برضو اسقاطا على المحاضره بتاعه الانترفيو سكيلز. المحاضره دي بتبدا تعرفك لو انت مقدم في شركه معينه، تشوف الاتش ار بتاعها انترستد لايه، او هو حابب ايه يشوفه منك، وتبدا ان انت تشتغل عليه. يعني ده كله فريق عمل مكمل لبعضه، المحاضرات مكمله لبعض. طيب تمام. في اخطاء تانية نقدر ان احنا هو في اخطاء، الاخطاء العامه اللي احنا قلناها يعني. في مثلا اخطاء جرامر. طبعا لو انا بكتب السي في بتاعي انجلش، الجرامر والسبيلنج بتاعي لازم يكون، ربنا يخلي جوجل
لا، ما ده جوجل محدش ساعات يعتمد عليه بيضيع. بس كتير. بالظبط. طيب احنا عايزين في اخر الحلقه وان شاء الله يبقى لينا حلقه كمان مع استاذه ليلى، البيج بتاعت فريق معا تحت البوست بتاع كتابه السي في، اللي حابب يتواصل معاهم يا اما يتواصل معاهم من خلالنا يا اما يتواصل معاهم على طول على الموقع بتاعهم على طول اللي موجود قصادنا ده. يعني طب في حاجه عايز تقوليها يا ليلى؟ لا تمام معاك. طب تمام قوي. استنونا في حلقه جديده من حلقات ساعه رصيف. اسفين جدا جدا الحلقه عدت بسرعه، بس ان شاء الله يكون لينا حلقه تانية مع استاذه ليلى وفريق معا نقدر نستفيد منهم اكتر واكتر. كنت معاكم خليل جمال، وشكرا عمر خولي، وشكرا لكل الناس اللي بيسمعونا. شكرا جدا جدا يا ليلى. السلام عليكم. ساعات الواحد بيفكر يتعلم حاجة جديدة في حياته، وساعات بيبقى واخد القرار انه هيتعلم بس مش عارف فين ومين هيعلمه. بس كل الساعات دي مش محتاجة غير ساعة واحدة بس، هتكون ساعة على الرصيف. على الرصيف مع خليل جمال كل يوم اثنين الساعة 5 على أقوى راديو إنترنت، راديو بص وطل. البرنامج برعاية مجلة الرصيف. كل الدنيا على بص وطل أقوى راديو إنترنت. انتوا فاكرين انه بالسهل تبقى اقوى راديو انترنت؟ لا، القوة ما بتجيش بالسهل. انت لازم تقول السلم الموسيقي بالقوة دي.